حياكم الله مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من جديد في برنامج كليك على كويت اف ام 103.7. تحياتي لكم وين ما كنتوا تسمعونا الحين. الناس اللي بالاخبار الله يعينكم، اللي مطلع مرته يردها اليوم ما راح تصرف بيزات ولا راح تقط، ولا على فكره راح تقط اكثر اصلا، لانه راح توديك على طول المول، على طول دايركت على المحل، لاني مستعيله، فراح تاخذك من مجمع لمجمع. تحياتي لكم، تحياتي للشباب اللي الحين رايحين طريق الشاليهات، ديروا بالكم شوي شوي بالدرب، اللي قالص الجت، اللي راجع بالجت، اللي قالص البانشي ماله ولا هذا، ديروا بالكم شوي شوي. عندنا طبعا نجم من نجوم المملكه العربيه السعوديه الشباب، شخص رائع جدا باخلاقه، وبصراحه انا دائما اقول ان الفنان فنان باخلاقه قبل فنه. شخص ما شاء الله دخل الى عالم السينما وابدع في هذا المجال، دخل الى التلفزيون، يمتلك ما شاء الله وجه نجم. يعني عاده انت تشوف شخص تقول في بداياته يبين، ولكن هذا الشخص يمتلك وجه النجم، يعني لما تشوفه تحبه على الشاشة ويأسرك بنظراته. يمتلك ما شاء الله ملامح حادة جدا وتمثيله رائع، وخصوصا بالفترة الحالية بدأوا الشباب يظهرون على الساحة، ولكن هو قدر يتميز ويضع بصمة له من خلال الأعمال الدرامية. تحياتي إلى الفنان اللي أخذناه من الرياض، الفنان طلال السدر. مساء الخير. مساك الله بالخير أستاذ نواف، ومساكم الله بالخير يا أهل الكويت. ساعة المباركة الطيبة العطرة، ديرتنا وروح الخليج ودمها وكل شيء. ساعة المباركة. فالله مشكور على المقدمة الحلوة. ما قلت شيء أنا على فكرة طلال، ترى أنا قاعد أحاول أختصر الكلام لأن عندي كلام وايد كنت مجهزه بقوله، ولكن أول شيء خلينا نسألك، إحنا عندنا أخبار بالرياض، شلون الجو عندكم؟ والله شوف اللي يصير في الكويت يصير علينا في كل شيء، يعني حتى في الجو احنا متفقين. الله لا يغير علينا ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله. طلال، يعني الناس اليوم لما ارسلت قلت طلال السدر راح يكون معانا، الكل سأل شنو جديد طلال، وما شاء الله دليل محبة ومعجبين كثار ما شاء الله لا اله الا الله، يسألون طلال دائما متجدد بأعماله. شنو ناطرنا في رمضان؟ عمل، عملين، ثلاثة، شنو مجهز للناس في شهر رمضان المبارك؟ أول شيء نواف، أنا سعيد إني أكون معكم في عبر إذاعة كويت اف ام. ساعة المباركة. يعني كويت ديرتي، يعني مهما كان أكيد. وأنتم أهلنا، يعني وسعيد جدا إني كنت صار لي أعمال في الكويت الفترة الأخيرة. نعم. وإحنا واحد فطبيعي في الأخير. صحيح. ثاني شيء إني الأعمال أتوني خلصت عمل اسمه أيام العمر. نعم. من إنتاج قناة الراعي. نعم. وصباح بيكتشر، ومنتج منفذ السيد خالد البذال. نعم. أنا نجوم كثير من أمل عوضي، أيام العوضي. نعم. أيام العمر. طيب. لأني قاعد أصور وقاعد ينادون لي يقول تعال. أدري فيك، الله يعينك. طيب. أيام العمر بطولة أمل عوضي. نعم. عبد الرحمن العقل، زهر عرفة. ما شاء الله. يعني جيل نجوم كثير صراحة، ما أبغى أنسى أحد يعني. نعم. خرج الأستاذ سعد هواري. نعم. والآن قاعد أصور مسلسل اسمه عيال حارتنا في السعودية. نعم. راح يكون هذا على وين عيال حارتنا؟ والله ما أدري، بس الحين تعرف الحين يصورون بعدين تسويق يكون فيه. بعدين إنتاجين يبين وين راح يكون على أي محطة. إيه قبل رمضان تعرف يبين، هذا الشغل ماركتينج تسويق بعدين. نعم. يعني في ناس كثيرة طلال يسألون طلال، هل يعني ملامح طلال تعطي إلى الدراما يعني، والناس حابة تشوفك في الكوميديا أكثر؟ والله في العمل أيام العمر لاعب شخصية كوميدية. ممتاز. شوي. ممتاز. وتقلب في نص المسلسل إلى تراجيديا شوي. فاهم؟ فيصير فيها ميكس، فيها خليط بين الكوميديا والتراجيديا. ممتاز. أيام العمر قصدي عيال حارتنا. نعم. هو مسلسل كوميدي بس خطي أنا تراجيدي بحت. يا سلام. لأنه هو يلعب شخصية واحد معاق بدنيا بس، يعني مش معاق عقليا. نعم. تعرف الإعاقة احنا نعتبرها بس في الجسد، لكن في العقل صحيح. الحمد لله اللي معه عقله خلاص. نعم. فهذه الشخصية اللي حلعبها. نعم. في عيال حارتنا. وفي عمل اسمه واحد كابتشينو، سكتشات خفيفة كوميدية. واحد كابتشينو. واحد كابتشينو. اوكي، حلو. حيكون هذا عمل ان شاء الله، ترى اول مرة انا اقوله. اوكي ممتاز، حصري لنا. حلو طبعا عشانكم. الله يعلي شانك. هنا يخليك حبيبي.
هذا راح يكون كوميدي، بحت كوميدي. ها، بحت كوميدي وسكتشات كوميدي، حيكون على التلفزيون السعودي. يا سلام. في نجوم كوميديين يعني. نعم. فحلو ان شاء الله يكون حلو. اتمنى لك توفيق طلال في كل اعمالك، وانا سعيد جدا بهذه المداخله. سامحنا خذيناك من لوكيشن التصوير، الله يخليك. ولكن والله في اللوكيشن اصور، ولولا يعني معزتكم معزه الكويت عندي وهذا ما دخل. طول لي عمرك وانت غالي. سلامي لك وكل الاستاف اللي يعملون في هذا العمل، كل التوفيق لكم. شنو تختار اغنيه طلال وتهديها لكل من تحب؟ انا شوف، انا عارف اكثر الناس اللي يسمعونكم شباب، بس انا شايف صراحه. وانا صراحه احب الفن الاصيل، احب ابو خالد عبد الكريم، هذا يجري في الدم. يا سلام. حاضر. يعني لو بس خاف اخرب جوهم، لو ما يحبونه يعني ابو خالد يعني. اصلا هذا الغبار كله يروح من عندنا اذا سمعنا صوته، ما نقدر. هذا ابو خالد. خلاص اهم شيء. اذا راح يكون عندنا وعد، راح يكون عندنا ان شاء الله ابو خالد في اثناء البرنامج اليوم، في اثناء الحلقه هذه. شكرا لك يا طلال وموفق ان شاء الله. الله يحفظك.